هنعمل في الأول الخليط بتاع الجبنة 150 جرام من أي جبنة، سواء كريمي أو جبنة مثلثات أو جبنة حتى قريش بدون ملح. 150 جرام. هنحط عليهم معلقتين 2 كبار من السكر البودرة، بيضة، رشة من الفانيليا، معلقة صغيرة من عصير الليمون. هنقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما ندوب الجبنة كويس مع البيض. بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الدقيق وهنقلبهم، وبكده يبقى الخليط جاهز. هنحطه على جنب لغاية لما نكمل بقية الخطوات. هنجيب 3 بيضات، عليهم كوباية من السكر، الكوباية اللي استعملتها مقاسها 250 ملي، كوباية السكر دي 200 جرام، رشة من الملح، باكو من الفانيليا، معلقة صغيرة من الخل. هنضربهم مع بعض كويس سواء بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط لغاية لما السكر يدوب، لغاية لما يتضاعف حجمهم. 3 ارباع كوباية من الزيت 180 ملي، و3 ارباع كوباية من الحليب 180 ملي. بعد كده هنضيف كوبايتين 2.5 من الدقيق، هنحطهم بالتدريج. انا حطيت هنا شوية وبعد كده هنقلب، بعد كده هنحط شوية تاني ونقلب، ويبقى الدقيق منخول مرة أو مرتين عشان الكيكة تطلع معانا هشة. بعد ما هنضيف بقى الدقيق كله كده بالتدريج شوية بشوية ونقلب بالراحة في اتجاه واحد، هنضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو 16 جرام. الخليط هيبقى بالشكل ده. هنجيب بقى صينية الفرن مقاس 28، تبقى متغطية بورق الزبدة أو متبطنة كويس بالزيت، وهنحط فيها خليط الكيك ونسويه كويس. وهنجيب خليط الجبنة اللي احنا حضرناه في الأول، هنحطه يا إما في كيس تلاجة أو في كيس حلواني. بعد كده هنقص الطرف بتاعه من تحت عشان هنستعمله بقى، ونحط الخليط ده على وش الكيك. هناخد بقى الخليط بتاع الجبنة وهنبتدي نوزعه على وش الكيك في شكل دواير، شكل حلزوني كده. مش مشكلة لو الخط بتاعه اتقطع أو طلع معرج، لأن هو بعد كده لما الكيكة بتستوي ما بيبانش خالص أي حاجة من ده. كل اللي بيبان إن هو بيبقى خط يعني متصل كله ببعضه. لكن المهم إن ما يبقاش الخطوط بتاعة خليط الجبنة دي لازقة في بعض، عشان الكيك اللي موجود بينها لما الكيكة بتستوي بتتحمر وبترتفع وبتبقى باينة بين طبقات الجبنة، فده بيديها شكل حلو جدا. بنحط طبقة أو طبقتين 2 على كل خط منهم لغاية لما نخلص الكمية كلها. بعد كده هندخلها فرن سخن حرارة 180 درجة، هتاخد تقريبا نص ساعة. بعد ما بتطلع بقى من الفرن نكون مجهزين معلقة كبيرة من المربى. أنا استعملت مربى المشمش على معلقة كبيرة من المية السخنة، هندوبها فيها ونلمع الوش كده بتاع الكيكة، ده بيديها لمعة حلوة وكمان بيديها ريحة وطعم جميل جدا. الكيكة دي هشة ولذيذة وشكلها حلو، طعمها في منتهى الجمال وريحتها حلوة قوي. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك على الفيديو، وأقول لكم بقى مع السلامة، واشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.